انا عارف ان انت عايز تعرف استفادة الحيوان من البروتين ونسبة البروتين في العليقة واحتياجات الحيوان من البروتين. القصة مش قصة ان انا حطيت مصادر للطاقة ومصادر للبروتين، القصة مش قصة ان انا لما ازود محتوى العليقة من البروتين يبقى انا هبني لحم، القصة مش قصة ان انا لما العليقة عندي تكون مصدر البروتين عالي يبقى انا هنا هكسب اكتر او هكون بروتين مش هكون دهن. لا، هي مرتبطة بحاجات كتير. خليك معانا لنهاية الفيديو وان شاء الله هوضح لك النقطة ديتي بالتفصيل ان شاء الله. البروتين في العلف، البروتين من اهم مكونات اي عليقة او غذاء بالنسبة للانسان او للحيوان. ناس كتير بتبقى عندها خلط ما بين نسبة البروتين، محتوى البروتين، اهمية البروتين، احتياجات الحيوان من البروتين، حاجات كتير جدا الناس بتخلط ما بينها، الناس بتغلط في حساباتها. هنحاول النهارده بشكل مبسط ان احنا نوضح البروتين في عليقة الحيوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. بداية هنبدأ نتكلم عن تعريف البروتين، مصادر البروتين، أهمية البروتين، القيمة الحيوية أو القيمة البيولوجية لمصادر البروتين المختلفة. هنتكلم عن نسب البروتين اللي بيحتاجها الحيوان، هنتكلم عن مخاطر زيادة أو نقص نسبة البروتين في غذاء الحيوان. تعالوا نتكلم بداية عن تعريف البروتين. لما نيجي نعرف البروتين تعريف علمي هنقول ان البروتين ده عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه مرتبطه مع بعضها بروابط بيبتيديه. بس احنا مالناش دعوه بحته الكيمياء دلوقتي، انا بتكلم عن تعريف البروتين عشان اوضح لك بس حته الاحماض الامينيه. انا عندي نوعين من الاحماض الامينيه، احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه. الاحماض الامينيه الاساسيه دي ما بيقدرش الحيوان او الكائن الحي ان هو يكونها داخل جسمه، فبالتالي محتاجها في الغذاء بتاعه. اما الاحماض الامينيه الغير اساسيه فالحيوان ممكن او الكائن الحي يقدر ان هو يكونها داخل جسمه، وبالتالي مش ضروري ان هي تكون موجوده في العليقه بتاع الحيوان. طيب تعالوا نقول ايه الفرق ما بين الحيوانات وحده المعده والحيوانات المضطره بالنسبه لاحتياجها بالنسبه للاحماض الامينيه الاساسيه والغير اساسيه. هنلاقي ان عندنا الاحماض الامينيه الاساسيه بتكون اساسيه في عليقه الحيوانات وحده المعده. يعني ايه؟ خلينا ناخد مثلا الدواجن والمقترات اللي هي الابقار مثلا. لما نيجي نتكلم عن الدواجن هنلاقي ان ما بتقدرش ان هي تكون الاحماض الامينيه الاساسيه داخل اجسامها، فبالتالي لازم تكون متوفره في العليقه بتاعتها، واي نقص هيكون موجود في العليقه هياثر على صحه الدواجن وعلى معدلات نموها وعلى انتاجها. اما بالنسبه للاحماض الامينيه الغير اساسيه فهي بتبقى موجوده في العليقه وهتستفيد منها بالقدر اللي هي تحتاجه. اما بالنسبه للحيوانات المضطره زي الابقار والجاموس والاغنام والماعز فدي تبقى عندنا مصنع جوه الكرش بيقدر ان هو ينتج لي الاحماض الامينيه الاساسيه، فبالتالي انا مش مهم او مش ضروري قوي ان تكون الاحماض الامينيه في العليقه بتاعه الحيوان، ولكن لازم هي تكون موجوده لاهميتها وهنتكلم عنها دلوقتي. ولكن انا بتكلم ان انا عندي الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش بتستخدم الطاقه بتاع الغذاء والبروتين بتاع الغذاء في بناء اجسامها. طب اجسامها دي عباره عن بروتين ميكروبي بيتكون من احماض امينيه اساسيه، بعد كده بتمر مع الغذاء للمعده الحقيقيه وبيتم هضمها هضم انزيمي، وبالتالي بتبقى هي اجسامها نفسها اجسام الكائنات الحيه الدقيقه ديت او البكتيريا بتكون مصدر اساسي للاحماض الامينيه الاساسيه في غذاء الحيوانات المضطره. يعني بتمثل لي حوالي 60 ل 70% من احتياجات الحيوان من الاحماض الامينيه الاساسيه بيكون مصدرها الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جايه من اجسام الميكروبات اللي موجوده في الكرش. نرجع تاني لمصادر البروتين. مصادر البروتين عندنا نوعين من المصادر البروتين، مصدر نباتي ومصدر حيواني. لما نيجي نتكلم عن المصدر النباتي فبنلاقي عندنا البقوليات عامه مصدر للبروتين، زي ايه؟ عندنا الفول والعدس، البسله، اللوبيا، كل دي. طب ما دي غذاء للانسان الفائض عن حاجه الانسان ويستخدم في غذاء الحيوان. تاني حاجه وده المهم وده الاساسي بقى في تكوين علائق الحيوانات اللي هي الاكساب. يعني ايه كسب يا دكتور؟ الكسب ده هو عباره عن ناتج عصر او استخلاص الزيوت من البذور الزيتيه، زي بذره ايه؟ بذره الصويا، بذره القطن، بذره الكتان،
السمسم، عباد الشمس، كل ديتي عندنا اجساد منها بتبقى ناتج لعمليه استخلاص الزيت. طيب ديت بتدخل في علايق الحيوانات وبنسب اللي احنا اتكلمنا عنها في المحددات في الفيديو اللي قبل كده. طيب ده بالنسبه لمصادر البروتين النباتي. مصادر البروتين الحيواني ودي طبعا مجرم او محرم استخدامها في علائق الحيوانات، ولكن احنا لازم نذكرها عشان تبقى عارف، زي مسحوق السمك، مسحوق اللحم، مسحوق العظام، مسحوق الدم، مسحوق الريش، كل دي مصادر للبروتين ولكن بيحظر استخدامها على النطاق التجاري او في تغذيه الحيوانات. طيب نيجي بعد كده لاهميه البروتين. البروتين ده اهميته ايه؟ اهميه البروتين ان هو بيدخل في بناء الانسجه وبناء العضلات بتاعه الجسم، دي رقم واحد. رقم اتنين بيعوض التالف او الفاقد من انسجه الجسم اثناء مراحل النمو والمراحل الفسيولوجيه اللي بيمر عليها الحيوان. ثالث حاجه هي مكون اساسي لسوائل الجسم الفسيولوجيه زي الانزيمات والهرمونات، كل دي حاجات اساسها بيبقى البروتين. طيب نرجع بقى هنا لنقطه مهمه جدا، احتياجات الحيوانات من الايه؟ من البروتين. وكمان البروتين ده لما بيخش جسم الحيوان بيتعرض لايه؟ لما نيجي نتكلم عن الحيوانات المضطره فبنلاقي عندنا من ضمن تصنيفات البروتين عندي بروتين بيتكسر في الكرش وبروتين ما بيتكسرش في الكرش. بشيء من البساطه كده هنتكلم ونقول ان البروتين اللي بيتكسر في الكرش اللي هو سريع او سهل التحلل في الكرش، ده بروتينات بتتعرض لفعل الكائنات الحيه الدقيقه وتبدا ان هي تكسرها، تحولها من بروتين، تفك الروابط بتاعتها، تحولها لاحماض امينيه، وبعد كده تشتغل عليها تحولها لامونيا، تبدا ان هي تستخدم المصدر النيتروجيني بتاعها في بناء اجسامها. تمام؟ وده عندنا على فكره البروتينات النباتيه كلها بتتعرض للتكسر في الكرش بس بنسب مختلفه، وبنلاقي ان الصويا مصدر لمصادر البروتينات اللي بتتكسر في الكرش ككسب فول صويا. طيب كمان عندنا ايه؟ بنلاقي عندنا البروتينات الغير قابله للتكسر في الكرش. يعني ايه؟ يعني ما بتتحللش في الوسط بتاع الكرش او الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش ما بتقدرش ان هي تكسرها. وده مهم جدا ليه؟ لان هي كل ما كانت نسبتها في العليقه عاليه كل ما كان استفاده الحيوان من البروتين كاحماض امينيه هتستخدم في بناء العضلات هيبقى افضل. يعني ايه؟ يعني لما تبقى عارف ان معامل هضم البروتين بتاع الصويا مثلا حوالي 80% ومعامل هضم البروتينات العاليه ديتي كمان بالاضافه لان هي مصدر لمصادر النيتروجين اللي بيتكسر او البروتين اللي بيتكسر في الكرش بالنسبه للمقترات. كمان هتلاقي عندك بذره القطن، هتلاقي ان هي نسبه البروتين اللي ما بيتكسرش في الكرش فيها اعلى من الصويا، فبالتالي لازم انا انوع في العليقه بتاعتي. كمان عندي بقى البروتينات اللي ما بتتكسرش في الكرش ديتي بتتهضم هضم انزيمي في المعده الحقيقيه، فبالتالي انا محتاج ان انا اضيفها في العليقه عشان يقدر الحيوان يستفيد منها. هنلاقي على راسها الصويا المحميه او كسب فول الصويا المعامل حراريا، وكمان في عندي كمان الجلوتين، دول مصدرين من مصادر البروتين الغير متكسر في الكرش اللي لازم يكون عندك في العليق بتاعتك، وخاصه في عجول التسمين اللي هي معدلات النمو عاليه، وابقار انتاج اللبن اللي هي بتدي انتاج عالي من الايه؟ من الالبان. طيب نرجع بقى لمخاطر زياده او نقص البروتين في العليقه بتاعه الحيوان. لو البروتين انخفض في عليقه الحيوان احنا بنقول هو اساسي لبناء العضلات وكمان لسوائل الجسم الفسيولوجيه، فبالتالي هنا هلاقي بطء في النمو، يعني ممكن يصل لتقزم بالنسبه للحيوانات. هلاقي كمان ان معدلات انتاج منخفضه، هلاقي كمان ان ضعف في المناعه، ما احنا قلنا الانزيمات والهرمونات بتتكون من بروتين، فبالتالي هيبقى عندي ضعف في المناعه. طب لو زادت بقى نسبه البروتين في العليقه ايه اللي هيحصل؟ الناس بتفكر ان انا كل ما ازود نسبه البروتين في العليقه يبقى انا كده بزود انتاج الحيوان. لا يا صديقي، لما تزود البروتين عن احتياجات الحيوان انت هنا بتسبب هدر اقتصادي بالنسبه لك للبروتين، لان هو بيبقى اعلى سعر لمواد العلف اللي موجوده في العليقه بتاعتك بتبقى مصادر البروتين، فبالتالي لو انت مستخدم اكتر من مصدر للبروتين في عندك في العليقه فبالتالي هنا العليقه هيبقى سعرها مرتفع. لو انت البروتين ده اصلا اكتر من احتياجات الحيوان فهنا هيبدا يتكسر في الكرش بنسبه اكبر، وهنا مش هيستفيد منه الحيوان ولكن هيبقى عبء على الحيوان، لان الحاجات دي كلها بيتم امتصاصها من جدار الكرش وتمشي في الدم تروح عند الكبد والكلى عشان تتحول لصوره امنه ما تضرش الحيوان ويطلع في صوره حمض يوريك يفرز في البول، فده يبقى عبء على الكبد وعلى الايه؟ الكلى عندك في الحيوان. فهنا انت بتعمل ضغط على الحيوان او استرس على الحيوان من البروتين العالي مش بتستفيد منه. كمان بنلاقي ان عدم التوازن ما بين نسبه البروتين او محتوى العليقه من البروتين والطاقه ده بيسبب لك مشاكل في استفاده الحيوان من الايه؟ من البروتين. يعني ايه؟ يعني انت لازم
تبقى عارف ان كل حيوان او كل فئه عمريه من الحيوانات وكل نوع من الانتاج ليه محتوى بروتيني بيحتاجه او احتياجات بروتينيه الحيوان بيحتاجها. احتياجات الحيوانات الصغيره من البروتين بتكون اعلى من الحيوانات الكبيره. لما كنا بنتكلم عن العجول الرضيعه كنا بنقول ان انا البادئ بتاع الحيوانات ديتي يفضل ان هو ما يقلش عن 21% بروتين، لان هنا الحيوان بيبدا ان هو يبني جسمه فمحتاج لنسبه بروتين عاليه. كل ما يتقدم الحيوان في العمر كل ما هتقل نسبه البروتين او هتقل احتياجاته من البروتين. هيبدا بعد كده بعد مرحله الفطام يبدا ان انت تقلل له البروتين اللي هي 18 او 19%، يستمر لمده حوالي 6 شهور. بعد كده يبدا الحيوان ياخد بروتين 16% بروتين لغايه ما يوصل عندك لوزن 250 ل 300 كيلو، تبدا هنا نسبه البروتين تبقى 14% بروتين. الحيوانات الاعلى من 400 كيلو او 450 كيلو احتياجاتها من البروتين بتبقى قليله، بتبقى في حدود 12% بروتين. فهنا كل ما هيزيد عمر الحيوان هتقل نسبه البروتين في العليقه بتاعتك. طب لو انا زودته يبقى هروح للمشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها، خساره اقتصاديه ومشاكل صحيه بالنسبه للحيوان ومخاطر بيئيه هتبقى موجوده عندك. طيب يبقى انا هنا في بعض المربين او بعض المزارعين يجي يقول لي يا دكتور ده انا بغذي الحيوان على نخاله، على الرده ديت مش فيها بروتين. فيها بروتين، بس تخيل ان البروتين المهضوم اللي موجود في الرده نسبته ما بتتعداش من 10 ل 15%، فبالتالي استفاده الحيوان هنا هتبقى ضعيفه، لان الحيوان هنا بياخد بروتين قيمته الغذائيه او قيمته الحيويه او قيمته البيولوجيه منخفضه، لان اعلى البروتينات اللي في القيمه او اعلى مصادر البروتين في القيمه البيولوجيه او القيمه الحيويه هنلاقي عندنا الجلوتين وكسب فول الصويا، دول اعلى حاجه في القيمه الحيويه. عندك بعد كده يجي بذره القطن، وعندك كسب السمسم، وبعدين كسب العباد. فمش معنى ان النخاله فيها 15% بروتين ان الحيوان بيحصل على 15% بروتين، لا، ده هو معدل استفاده الحيوان منها بتبقى اقل، لان عندي حاجه اسمها البروتين المهضوم. انا هنا الحيوان ده هيقدر ان هو يهضم قد ايه او هيستفيد قد ايه من البروتين اللي موجود ونسبه البروتين الموجوده في ماده العلف اللي انت بتقدمها له. كمان بنلاقي ان اتزان الاحماض الامينيه الاساسيه في المصدر البروتين. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تكون عليها سهل اي حد يحط نسب من مكونات مواد علف على بعضها ويبدا ان هو يخلط يحسب نسبه البروتين قد ايه. بس الفيصل هنا ان انت لما تيجي تعمل عليها متزنه لازم تكون عارف ان انت بتدور على مصدر بروتين ونسبه بروتين وبروتين مهضوم وكمان بروتين متحلل وبروتين غير قابل للتحلل في الكرش. فحاجات كتير بتدور عليها في مصادر البروتين، وكمان بتقدر ان انت توازن ما بين محتوى العليقه من البروتين ومحتواها من الطاقه. طب هتقول لي طب ما هو الحيوان اساس النمو عنده نمو بروتيني او تكوين للعضلات في المراحل الاولى، فبالتالي انا مش محتاج الطاقه. لا، ده هنا مشكله كبيره جدا، ان انت لو العليقه بتاعتك منخفضه في الطاقه ومرتفعه في البروتين، فهنا الحيوان هيبدا ان هو يستخدم مصادر البروتين اللي موجوده عندك في العليقه كمصدر للطاقه، وده طبعا غير اقتصادي. كمان بيبقى الحيوان بيحول مصادر البروتين لمصدر طاقه بتبقى كفاءتها اقل وبتستخدم طاقه او بتستهلك طاقه من طاقه الغذاء بتاع الحيوان. فهنا يبقى ما ينفعش ان انت تقول لي انا هزود مصدر البروتين في العليقه او هرفع نسبه البروتين. وليكن مثلا احد المربين بيقول لي طب ما انا ممكن ارفع بروتين العليقه للحيوانات بتاعتي، حيوانات التسمين، عشان الحيوانات تكون لي لحم ما تكونليش دهن. لا، الحيوان هنا على حسب المرحله العمريه اللي هو فيها واحتياجاته في المرحله ديت بيبدا ان هو يوجه طاقه العليقه او بروتين العليقه للمنتج اللي هيتكون في المرحله العمريه دي. يعني ايه مثلا؟ يعني الحيوانات لغايه وزن 300 كيلو هتلاقيها ان هي بتبني عندك عضلات في الجسم بتاع الحيوان. فهنا الحيوان محتاج لمصدر بروتين عالي ما يقلش عن 16% بروتين، وفي نفس الوقت يكون طاقه عاليه ما تقلش عن 65 ل 70% بروتين. لكن بعد وزن 300 كيلو هتلاقي ان الحيوان هنا بيبدا ان هو نخش في مرحله التشطيب، يعني محتاج ان هو يرسب لي دهن في الجسم بتاعه. فبالتالي لو انت زودت البروتين وقللت الطاقه، الحيوان كده كده هيستخدم البروتين بتاعك ان هو كمصدر للطاقه، وده خساره عليك ولود على الحيوان. طب لو انا اديت للحيوانات اللي في المرحله الاولى من حياتها بروتين عالي وطاقه اقل، مش هيقدر
يستفيد من مصدر البروتين، والعكس صحيح. الحيوانات اللي في مرحله التشطيب لو انت اديتها طاقه عاليه وبروتين اقل، الحيوان هنا برضه محتاج الحدود الدنيا من البروتين على حسب احتياجاته. فلازم هنا العليقه تكون متزنه من البروتين والايه والطاقه، والنسبه ما بين الاثنين تكون متزنه عشان الحيوان يقدر يستفيد من مكونات العليقه سواء طاقه او بروتين. القصه مش قصه ان انا حطيت مصادر للطاقه ومصادر للبروتين، القصه مش قصه ان انا لما ازود محتوى العليقه من البروتين يبقى انا هبني لحم، القصه مش قصه ان انا لما العليقه عندي تكون مصدر البروتين عالي يبقى انا هنا هكسب اكتر او هكون بروتين مش هكون دهن. لا، هي مرتبطه بحاجات كتير، منها عمر الحيوان، المرحله العمريه بتاعته والاحتياجات بتاعته، وكمان في عندي حاجه اللي هي النمو التعويضي. لو الحيوانات طلع عندك من مرحله ان الحيوانات ديت كانت ما بتاخدش تغذيه جيده، فبتلاقي الحيوان محتاج يعمل نمو تعويضي، فهنا العليقه بتختلف واحتياجات الحيوان بيختلف. الموضوع محتاج دراسه، الموضوع محتاج ان انت تكون ملم باساسيات علم تغذيه الحيوان وكيمياء تغذيه الحيوان، ولازم تبقى عارف ان كل مرحله عمريه وليها نسبه بروتين، كل مرحله عمريه وبتحتاج محتوى من الطاقه وتوازن في العليقه بتاعتك لازم تكون عارفه. القصه مش قصه بروتين وطاقه، القصه قصه اتزان واحتياجات للحيوان هيقدر ان هو العليقه بتاعتك تديها له. فلازم تكون عارف انت بتشتغل ازاي، مش شغل عشوائي. والناس اللي بتيجي تقول لي ده انا بغذي على رده وذره بس يا دكتور، ده طبعا مش اتزان في العليقه. عندك ده مصدر للطاقه بالنسبه للذره، وعندك الرده او النخاله دي مصدر للالياف ومصدر للفوسفور وفيها بروتين، ولكن البروتين هنا ما بيقدرش يستفيد منه الحيوان، فبالتالي ما اقدرش اعتمد عليه كمصدر اساسي للبروتين لان استفاده الحيوان منه قليله، وكمان منخفض في قيمته الغذائيه لانه او منخفض في قيمته البيولوجيه لان محتواه من الاحماض الامينيه اقل، فهنا مش هيقدر الحيوان يستفيد منه، وهيبقى عندك انخفاض في الانتاج وانخفاض في معدلات نمو بتاع العجول. فبالتالي لازم العليقه عندك تكون متزنه، ما تعتمدش على مصدر واحد، ولكن لازم تلبي احتياجات الحيوان من البروتين والطاقه على حسب المرحله العمريه. لو وصلت معانا لنهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا عشان نقدر ان احنا نستمر ونقدم لك محتوى يفيدك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.